إلياس بن صغير، اللاعب الموهوب، الجوهرة المغربية اللي قرر أنه يمثل المنتخب المغربي، لكن الاتحاد الفرنسي كيمارس عليه حاليا ضغط باش أنه يخليه يتراجع على القرار تاعو ويمثل الديوك الفرنسية. هاد اللاعب هذا من بعد ما قرر أنه يمثل المنتخب المغربي ولعب جوج ديال المباريات ودية وكان رسمي فيهم، بين على مستويات رائعة، بحيث أنه الاتحاد الفرنسي شافوا هذا المستوى هذا العالي نتاعو وقرروا أنهم يضغطوا عليه باش يتراجع على القرار نتاعو ويولي يمثل المنتخب الفرنسي. لكن كنظن بأن القرار ديالو قرار نهائي، قرار لا رجعة فيه، قرار اللي غيخليه أنه يلعب مع المنتخب المغربي بشكل رسمي، بحيث أن الفرصة ديالو باش أنه يكون رسمي في المنتخب الفرنسي فرصة اللي هي ضئيلة. يمكن أنه غيضمن الرسمية ديالو مع المنتخب الأولمبي بحكم المستوى ديالو، لكن المنتخب الأول فكنظن بأنه ما غيقدرش يحظى بالرسمية، لأنه المركز اللي كيلعب فيه هو كاينين فيه نجوم. كيف ما كتعرفوا أن المنتخب الفرنسي منتخب كبير، منتخب اللي كيعج بالنجوم، فهاد الشيء هذا غيخليه أنه ما غيكونش رسمي مع المنتخب الأول. في حين أن المنتخب المغربي كنظن بأنه بحكم أنه قدم مستوى عالي في المباريات اللي لعبهم، فكنظن بأنه يقدر يكون رسمي.